بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بقى هنعمل معاكم فيديو مميز وهيوفر لنا كتير. الفينو بقى الناشف اللي هو بيتبقى من السندوتشات عندك او من سندوتشات ولادك، المهم يعني اي فينو ناشف عندك هتجيبيه زي ما انتوا شايفين كده. انا حوشت حبة كويسين. جبت عندي الكبة هنا. طحنت طبعا، كسرته وحطيته فيها. هنطحنه خليه ناعم خالص. انا طبعا ما قدرتش ان انا املى الكبة خالص، اتبقى منها اللي هم دول اللي انتوا شايفينهم. واول ما طحنت ده بدأت ان انا ازيد عليه الباقي اللي كان موجود عندي اهو، كسرته وحطيته عليه. وبعد كده هنحط معاه ورق لوري، وهنحط معاه ملح وكمون وبابريكا وشطة وكركم اهو زي ما انتوا شايفين. والنشا اهي النشا انا بحطها اهي. التتبيله دي جميله جدا، هتتبلي بيها بانيه، هتتبلي بيها كنتاكي، اي فراخ انت هتعمليها هتتبليها بيها. الشطه الحمراء بقى انا كترت منها عشان الخلطه دي انا هعملها حاره، مش هعملها اللي هي البارده. حطيت فلفل اسود وتوم بودره وبصل بودره. يبقى انتوا كده عارفين التوابل. بابريكا، حطيت كركم، ورق لوري، مكعب ماجي، ونشا وملح وتوم بودرة وبصل بودرة وفلفل اسود. كل ده بقى طحنيه مع بعضيه. ورق اللورا انا حطيته طحنته لسبب عشان هو بيشيل الزفارة. لو هتتبلي بقى بانيه او فراخ او اي حاجة هيشيل الزفارة بتاعته. والسمك برضو التتبيلة دي للسمك بتبقى جميلة جدا اهو زي ما انتوا شايفين. يوصل للقوام دوت كده، يوصل لكده يبقى ناعم كده، وبعد كده خلاص تعملي احلى فيجيتار في البيت.